3 ديال الصباح البوليس كيجيهم واحد الاتصال، جاوبوا سمعوا 2 كلمات بقات كتكرر، راه كيقتلني راه كيقتلني. حاولوا البوليس يعرفوا العنوان وسولوها شكون هو اللي باغي يقتلك، ما قدرات تجاوبهم. عطاتهم العنوان في ساعه وكتقول لهم راه كيقتلني راه كيقتلني. تقطع التليفون. الشرطه اتجهت لعين المكان، حلوا الدار، لقاو ديبي ميته والتليفون اللي كانت هضره منه طايح حداها، وتاكدوا بان ديبي كانت في الانفاس ديالها الاخيره. الشرطه حاصروا المكان. دخلت الشرطه العلميه كيقلبوا في الدار، ما لقاو حتى شي ادله ولا حجه. لقاو الجثه هامده في الدم. دخلوا الكوزينه، لقاو الشرجم ديال الكوزينه محلول. للعلم هي ساكنه في الريد شوسي. قالوا واقيلا اللي قتلها خرج من هذا الشرجم هذا. استمروا في البحث ديالهم وهما لقاو واحد من النظارات. هاد النظارات هادو طايحين بشكل بحال شي واحد حاطهم، ما طايحينش حقاش ما محلولينش، مجموعين ومحطوطين. خداو النظارات احتفظوا بهم وكملوا. واحد الشرطي قال لهم اجي نديروا اعاده التمثيل باننا حتى حنا غادي نقزوا من الشرجم وندخلوا منه. داكشي اللي وقع، نقز من الشرجم وخرج، بغى يرجع هو يتبان ليه واحد المطيشه معوسه. هنا تاكدوا بان القاتل دخل من الشرجم وخرج من الشرجم، ومني كان خارج هو اللي عفط على ديك المطيشه. هزوا ديك المطيشه لقاوها فيه واحد الرسمه. هاد الرسمه خليوها في بالكم حقاش غادي نرجعوا ليها. الرسمه على شكل اس. احتفظوا بهاد 2 ادله هادو. صيفطوا ديبي للمشرحه وهما كملوا في التحقيق ديالهم سعيا وراء المجرم. بداو بالعلاقات ديال ديبي، بداو بالطليق ديالها بعيد على المنطقه، ومده ما عيطوش لبعضياتهم او لا تلاقاو. كتجمعهم الطفله فقط. الراس الاول تحذف، بقى الحبيب ديالها السابق. لقاوها كان دايره واحد الشهاده ضد الحبيب ديالها، وهاد الشهاده ديالاش بان الحبيب ديالها كان كيتاجر في المخدرات، وماشي غير هو بوحده، حتى الاصدقاء ديالو. وبسببها هي المجموعه كامله دخلت للحبس وتشدوا المده ديال 5 سنوات. هنا بحال لقاو راس الخيط. بداو كيسولوا على الحبيب ديالها، هو سال المده ديال الحبس ديالو، واش خرج ورجع، واش واخد شي سراح مؤقت، واش دار شي اتصالات اللي كان هو الامر بالقتل ديالها. للاسف حتى شي حاجه ما لقاوها من هذا الشيء كامل، لا عبر الهاتف لا عبر العلاقات اللي عنده خارجيه. المصدر الثاني تحذف، ما بقى عندهم حتى شي دليل من غير النظارات ومطيشه والجثه. وصل التقرير ديال التشريح ديال الجثه، لقاوها تعرضت للاغتصاب قبل القتل. وصل التقرير ديال النظارات، ما لقاو فيهم حتى شي بصمه. والدم اللي كان عليهم ديال ديبي ما يمكنش يعرفوا الحذاء اللي كان لابس المجرم غير من خلال ديك الرسمه اللي كاينه على المطيشه. الشرطه عرفات راسها وسط لغز، وسط متاهه، لا يوجد مدخل ولا يوجد مخرج. قالوا غادي نديروا واحد القضيه، غادي نرجعوا للارشيف ديالنا ونشوفوا المجرمين ديال هذه المنطقه هذه، وشكون هو اللي يقدر يدير هذه الفعله هذه، او لا كان عنده شي جريمه بحالها. كيقلبوا في الدواسه، طاحوا في واحد الدوسي ديال واحد الاخ سميتو جيمس. العقوبه ولا الجريمه اللي كان داير السرقه والاغتصاب، وكذلك كيسكن قريب لديبي بزاف. مشاو عنده للدار، دقوا عليه، سلام بغينا نديروا معك واحد الاستجواب. قال لهم مرحبا. قالوا لي نهار 19 جوان فين كنتي؟ قال لهم كنت في الدار ما خرجت ما والو. قالوا لي كاين شي واحد اللي كيثبت هذا الشيء؟ قال لهم لا، ولكن انا هذه سنوات وانا عايش بهذا الروتين هذا، ما كنظنش كاينه شي حاجه اللي غنكون درتها او لا شي واحد اللي يشهد لي. وهم يسولوه واش كتستعمل النظارات؟ قال لهم لا. واحد الشرطيه معاهم ما قالت ليه والو، ولكن لحقات وعطاتو النظارات اللي صابوها في مسرح الجريمه. بغات تشوف ردة الفعل ديالو. قالت لي هاك واش هادو ديولك؟ جيمس مع شاف النظاظر قال لهم لا بواحد السرعه فائقه. وهي تسولو الشرطيه قالت ليه واش كدير النظاظر؟ قال لها لا. وهي تقول لي راه شفت عندك واحد التصويره فيها النظاظر. قال لها كنت كنديرهم شحال هذا دابا ما بقيتش. هنا جيمس مشتبه فيه، ولكن لا يوجد دليل او لا شي حاجه اللي كتثبت بانه كيكذب او لا هو المجرم. لكن لحسن الحظ واحد الدكتور اقترح عليهم باش يدير واحد التجربه اللي معجزه، هي اللي غادي تفك لهم القضيه وعلاش تسمات لغز وكذلك معجزه الدكتور دار واحد التجربه باش يعرف بها العبار ديال الشوف ديال جيمس من التصويره ويقارنه مع العبار ديال النظارات اللي لقاوهم في مسرح الجريمه. ومني خرجوا النتائج خرجوا متطابقين مع النظارات اللي كاينين في التصوير وكذلك حتى النظارات اللي في مسرح الجريمه. والمسافه بين القرنيتين او الاعين ديالو نفس المسافه، وحتى مسافه الضوء نفس المسافه. شدوا جيمس وكملوا في البحث ديالهم ولقاو جيمس كان كيتحرش بزاف من ديبي وما بغاتش وعمرها وافقت ليه. لحد الان باقي جيمس كينكر، ولكن العداله اعتبرته هو المجرم وحكمت عليه ب 25 سنه من السجن. هذه هي القضيه ديال اليوم، ومرحبا بكم معنا يوميا على الساعه 9. التعاليق ديالكم
مهمة جدا، وكنشكركم على التعاليق وعلى التفاعل ديالكم. شكرا.